بلدي في حلمه بارع من يومه غاوي يبني لبكرة. مفيش مدينة في مصر وشارع إلا ولينا في كم ذكرى لابن بلد. المهندسة ضحى تركيبة مصرية وطنية أصيلة، اتولدت وتربت في ريف البلد دي، وبتعتبر إن ده فضل وجميل. اتعلمت وعاشت واشتغلت على أرض البلد دي، وبرضه بتعتبره فضل وجميل. جميل بلدها عليها ولازم ترد الجميل. المهندسة ضحى بتشتغل في مجال طرمبات رفع المية للأراضي الزراعية، ولأنها عايزة تعمر وتبني وتطور بلدها، وعلشان بلدها ما تستوردش المكن ده، عملت مصنع. المهندسة ضحى مهندسة بس بنت بلد. باشمهندسة ضحى، أهلا وسهلا بيكي في برنامج بنت بلد. أهلا بك. ممكن تعرفينا بحضرتك؟ أنا ضحى محمد مرسي، مهندسة زراعية من زمان قوي طبعا، فلاحة من الشرقية. أهلي كلهم فلاحين، نعتز بهذه المهنة، بنحب مصر جدا، نتمنى نضيف إضافة للبلد اللي قوتنا واللي بنتباهى بيها قدام العالم كله. باشمهندسة ضحى، يعني الشق بتاعنا بتاع البرنامج بنت بلد طبعا أكيد، وأفخر بذلك. وأنا في الأرياف، في الريف، كنت بنت بلد، كنت بنت البيئة اللي أنا فيها، بنت بلدنا جدا. وأنا في القاهرة في الجامعة البنت الجدعة اللي هي صديقة الولد والبنت، اللي هي خدومة، اللي هي مرحة وناجحة وشاطرة ومجتهدة. هي ايه بنت البلد؟ هي بنت البلد، هي المتفاعلة مع البلد، اللي هي جزء منها، اللي هي مختلطة بكل بيئاتها وبكل فئاتها. وقت الشدة تلاقيها بتساهم. الشدة دي ممكن تكون في الشارع، ممكن تكون في الدولة، ممكن تكون في العيلة، في الأسرة. طبعا بنت بلد جدا. اشتغلت في مجال الطرمبات الغطسة، طرمبات الأعماق اللي بتروي الأراضي الصحراوية، اللي بتمنح قبلة الحياة للأرض الصحراوية وبتخلق منها جنة. بتساهم في تخفيف الضغط على الوادي. الحمد لله في عز الأزمات اللي تعرضنا ليها ما حسناش إنه في ناقص أي حاجة في السوق. بنصدر. أيام الكورونا كانت مصر بتمنح الغذاء لدول كتيرة في العالم. فطبعا دي مهنة الأجداد، مهنة المصري القديم من أيام كم ألف سنة قبل الميلاد. المصري كان حاجة من اتنين، يا فلاح يا جندي، واحنا على الضرب سائرون. أنا مش قادرة أقول لحضرتك وحضرتك بتتكلمي، أنت عارفة القشعرة بتاعت الجسم دي، يعني كلامك لا بس المصري يا فلاح يا جندي. يا جندي. وكانوا دايما طول الوقت يا بيبنوا ويعمروا في الوقت اللي ما فيش فيه زراعة، يا بيزرعوا، يا بيحافظوا على أمن بلادهم وبيوسعوا في إمبراطوريتهم. مصر بلد عظيمة جدا. أنا حاسة يا باشمهندسة، أنا حاسة إن الحلقة دي حلقة وطنية. هي حلقة وطنية. يمكن هي فرصة إن الواحد يعبر عن جزء من مشاعره ناحية البلد العظيمة اللي احنا عايشين فيها وبنتمتع بخيرها. أنا بسافر بلاد برا، يعني خارج مصر، وبشوف وبقارن وبحس إن احنا فعلا بلد عظيم. طب باشمهندسة، احنا دلوقتي موجودين في مصنع حضرتك اللي بيصنع الأسلاك العازلة، صح كده؟ الأسلاك اللي بيتلف بيها موتور الأعماق الغاطس. عايزين نعرف حضرتك الفكرة جات لك ازاي؟ شوفي، هو احنا طبعا بدأنا في مجال الاتجار او استيراد ترمبات الاعماق الغطسة. الترمبة دي عبارة عن ترمبة وموتور بيحركها من سنين كتير يعني، ودخلنا السوق واحنا امكانياتنا عادية او متواضعة، لكن بقدر من احترام الذات واحترام العميل، بقدر من المصداقية مش قليل، قدرنا يبقى لنا موقع في السوق. المهنة لأنها مرتبطة ارتباط وثيق بالمية، والمية هي الحياة، وبالزراعة والإنتاج وبتغيير. هي بتحدث تغيير، هي أرض ميتة بتحييها، المية بتحييها. فمجال مقدس، مجال الواحد ياخد عليه ثواب قبل ما يكسب فيه فلوس. المهندسة ضحى بتعتبر نفسها سفيرة لبلدها. لما بتسافر لأي دولة خارج مصر بتحافظ جدا على تعاملاتها وسلوكياتها ومواعيدها والتزامها، علشان تصدر الصورة اللي المفروض توصل لكل شعوب العالم.
عن مصر والمصريين. المهندسة ضحى سفيرة لبلدها وبنت بلد. حبي لبلادي ده اللي يتبقى، حب لا إرادي زقها زقة، فك لي الشفرة نعمل الطفرة، هي دي الفكرة على نترقى. بنت البلد دي هي ست ناجحه. هي النموذج المثالي. هي بنت البلد. يعني ايه؟ يعني بنت مصر، يعني بنت مصرية. بنت دولة تانية هي بنت تنتمي للدولة التانية. أنا بنت بلد اللي هي أي بلد، اللي هي بلدي، يعني أنا أمثلها. بالمناسبة لما بسافر بره بكون حريصة جدا إن أنا أكون سفيرة لبلدي. وقبل ما نسجل قلت لك المعلومة دي. يعني ايه ابقى سفيره لبلدي؟ يعني اي حد يعرفني لو عنده فكره وحشه تتصلح، لو ما عندوش فكره وما يعرفش البلد دي، لو جت السيره يقول لا ده البلد دي بلد عظيمه وبلد جميله. انا بعرف ناس منها صادقين محترمين، بيحترموا نفسهم، بيحترموا انتماءاتهم لبلادهم، بيحترموا تاريخهم. واحنا طبعا بلد تاريخه عظيم جدا. الكل بيقول بيشيد بمصر زمان، محتاجين بقى الناس تشيد بمصر دلوقتي بمجهود بسيط جدا من ولادها. يعني هل النجاح احد سنداته او اسسه او ركيزته الاساسيه التعليم؟ التعليم مهم جدا 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 في كل حاجه، بس هل والتعليم مش بقصد بيه ما أنا هوضح لك. مسح الاميه، لا هوضح لك. يعني مثلا الصنايعي اللي بيروح يتعلم صنعته صح، فبيقدم يعني بيعمل لك الحاجه اكاديمي في يعني في شغلته بيرفكت. هل ده مش متعلم؟ متعلم. بس طبعا الصنايعي اللي بيعرف يقرا وياخد الورقه والقلم ويكتب المقاسات ويكتب الطلبات ويرسم رسم كروكي للي هو عايزه، غير اللي مش عارف. فالتعليم اللي هو نقدر نقول لغايه المتوسط اللي هي الاعداديه ده، بس يكون تعليم حقيقي، يعني يعرف يقرا ويكتب، يبقى فاهم يعني وهو بيشتغل فاهم هو بيعمل ايه. لو كل الصنايعيه بقوا كده دول صنايعيه متعلمين. وانا المفروض ابقى عالم. دلوقتي في علماء فضاء وفي مهندسين وفي اطباء وفي هل انا لازم ابقى بعرف كل الحاجات دي؟ مش انا بتخصص في حاجه واحده؟ الصنايعي ده تخصصه، ما نقدرش نعيش من غير صنايع. الست في البيت اذا بتعرف تقرا وتكتب واجادت المهام بتاعتها، فهي متعلمه. كلمه تعليم لا تعني ان انا اخد شهاده جامعيه. طبعا اللي ياخد شهاده جامعيه جميل، بس اخد شهاده جامعيه والمجتمع مش محتاج تخصصي، ده غلط. فاهماني؟ فالتعليم من المهد الى اللحد. المهندسة ضحى عندها حكمة وطنية بتقول إن كل اللي هيعمل حاجة لبلده يتأكد إن ده هيستفيد منه أجيال. وبتضرب مثل: اللي بيزرع شجرة مش أنت بس اللي هتستفيد بثمارها، لأ، هياكل من ثمارها ولادك وولاد ولادك وولاد ولاد ولادك. المهندسة ضحى علشان بتحب بلدها بتنادي وتناشد كل مصري في أي مكان بتروحه وأي تجمعات، وبتقول: ازرع، ابني، عمر، ساعد حتى لو بالسلوك. المهندسة ضحى عندها ولاء لبلدها زي كل مصري وبنت بلد. العمر في الأماكن، في البيوت وعلى الحيطان، وبكرة ده له ناس وكل وقت وله أذان. العمر في الأماكن، في البيوت وعلى الحيطان، وبكرة ده له ناس وكل وقت وله أذان. علي وأنا علي أعمل الباقي، مين يقول لبلاده لأ. ايه التحفظ الباشمهندسة ضحى او المآخذ اللي بتاخدها على الناس او سكان هذا الوطن؟ يعني الناس لازم يحترموا البلد اكتر من كده شويه، يحافظوا على نظافتها، يبقى شويه في يعني في حرام، في عيب. نسيناهم ليه؟ يعني نسيناهم ليه؟ ليه الناس ترمي مثلا مخلفات في النيل؟ ده النيل ده اجدادنا كانوا بيقدسوه. طب ليه نرمي زباله في الشارع؟ ما هو الشارع ده هو الشارع بتاعنا. طب انا مستنيه مين يجي يشيل زبالتي؟ يعني السلوكيات اللي ما كانتش موجوده زمان. بدل ما اقطع شجره ما ازرع شجره، هي هيكلفني ايه زراعتها؟ تعرفي ان انا قريت عن شجره اسمها بزروميا.
قالوا انها بتعمل يعني مجموع خضري كبير، وبتعمل تبادل غازي، يعني بتطلع اكسجين كتير، وبتطلع ثمره بتفيد مرضى السكر او مرضى الضغط او حاجه زي كده. قريت عنها لقيتها موجوده في الهند والصين، هي موجود منها في مصر بس مش عارفين فين بذورها او فين شتلاتها. كان ليا صديقه كانت بتدرس دكتوراه هناك، جبت الاثاري الزرع لسه الفاضيه النهارده، وصلتني النهارده، عشان ازرع واهادي الشتلات دي للناس قرايبي ومعارفي اللي في القرى وفي المناطق الريفيه، عشان يزرعوها. هتدي مجموع خضري كبير جدا، وهتدي ثمره مفيده، وهتدينا بذور بقى نكتر منها. ادي اضافه، واضافه بسيطه جدا ما كلفتنيش. البذور كلها ما جابتش 1000 جنيه، واللي جابتهم خدمه. طب ليه لا؟ اختي خدت مني شويه زرعاهم في البيت عندها عشان توزعهم في اكياس. حضرتك بتشتريهم علشان تديها لهم جاهزه؟ اديها لهم جاهزه، عشان ممكن اديكي بذره ترميها، لكن لو اديتك شجره هتزرعيها. تمام. فلازم البني ادم يبقى ايجابي ولو باي. مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال اماطه الاذى عن الطريق صدقه؟ يعني لو انت ماشيه لقيتي طوبه هتكعبل غيرك نظره ضعيف، صحيح، وشلتيها، لا ما هياش ببلاش، ده بثواب وثواب عظيم. طب ليه ما نعملش كده؟ مش احنا مسلمين؟ الحمد لله. وحتى المسيحيين اكيد برضو يعني دينهم فيه تشريعات، الاديان كلها متساويه، كلها بتدعو لنفس الشيء. طب ليه احنا بقينا سلبيين وبقينا مهملين وبقينا يعني واجهه مش حلوه؟ ليه كل واحد بيقول لك ايه الحكومه تعمل، البلد تعمل؟ طب وانت دورك ايه؟ طب هي البلد عباره عن مين؟ ما هي البلد دي ممكن احنا نروح كلنا ويجي ناس تانية وتفضل هي نفسها البلد. مين اللي بيخليها حلوه وبيخليها جنه، ومين اللي بيخليها وحشه ويخليها سكانها؟ حضرتك لو كل واحد عمل اللي عليه تاكدي انها هتتنقل نقله تانية. ابني عبد الرحمن مهندس، متخرج بقاله دي تاني سنه تقريبا. وجوده ربنا يحفظه يا رب شجعني ان انا لما ابدا حاجه في السن ده في حد هيكملها. ربنا يديك الصحه. الله يحفظك. وطبعا هو كشاب هيطور، صحيح، يعني هيعمل الحاجات اللي انا يعني هنقول ان حضرتك عملتي ضربتي عصفورين بحجر، حققتي حاجه انت بتحبيها او هتشبع رغبه، وفي نفس الوقت عملتي حاجه لعبد الرحمن. عشان طبعًا. هو اصلا الشغل كله هيبقى لابني بحكم انه الولد الوحيد، لكن هو لما يعمل حاجه بايديه واحنا محتاجينها ويبداها. هو راح الهند واتمرن هناك واخد دورات وعمل اشتغل بنفسه وبذلنا مجهود. ومروحي معاه في المره الاولى كان خوفي عليه، ولاني التقيت طبعا بالناس اللي بستورد منهم. وعلى فكره الشعب الهندي شعب جميل يعني بالمناسبه، والهند بلد جميله جدا جدا فوق ما كنت اتصور. كنت رايحه وخايفه، هو الاكل بس اللي بيبقى فيه مشكله شويه. فطبعا بدانا المشروع بتاعنا واحنا عارفين انه العميل بتاعنا اللي بياخد الترومبه هو اللي هياخد اللي كان بياخد السلك المستورد اذا لقى منتج جيد. وهو على فكره المنتج بتاعنا لا يختلف عن المنتج اللي كنا بنستورده من فضل الله، لانه احنا جايبين العزل من بره، والسلك هنا بنجيب السلك اللي هو يعني يكاد يكون 100% يعني بيور طبعا وكده هوت، والمكن برضو من بره. فايه المختلف؟ العقل المصري مفيش زيه، والعامل المصري عامل يعني ذكي وفاهم وكل حاجه. المهندسة ضحى بتقول إن حب الوطن والاعتزاز بيه بيبقى فطرة وشعور بيجري مجرى الدم، وخصوصا عند المصريين. كل واحد فينا لو دور جواه هيلاقي نفسه بيعشق تراب البلد دي. ما كانش قال جاهين على اسم مصر التاريخي يقدر يقول ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء، بحبها وهي ملكة الأرض شرق وغرب، وبحبها وهي مرمية جريحة حرب، بحبها بعنف وبرقة وعلى استحياء. مصر ال3 أحرف الساكنة اللي شحنة ضجيج، زوم الهوى وطقش موج البحر لما يهيج، ترع وقنوات سقت من جسمي كل نسيج، وجميع خيوط النسيج على نبرة مربوطة، أسمعها مهموسة ولا أسمعها مشخوطة، شبكة رادار قلبي جوه ضلوعي مظبوطة على اسم مصر. الباشمهندسة ضحى
حد محب من الأحاديث الجانبية بينا، محب لوطنه جداً، ولتراب جدا وطنه. في كل حالاته، في كل حالاته. انا شفت حرب اكتوبر، كنت صغيره، كنت في ابتدائي، وعشنا كلنا هذه الملحمه. بنحب مصر في كل حالاتها، يعني دي حتى لو مظلومين فيها بنحبها. مش مهندسة ضحى، عايزة المستقبل يبقى عامل ازاي؟ المستقبل لينا انا وولادي ولا لمصر؟ كافة المستويات، المستقبل الشخصي، المستقبل الوطني، اي مستقبل يجي في دماغك. والله طبعا كلنا يعني اي حد مصري ووطني وبيحب مصر يتمنى مصر تاخد مكانتها اللي تستحقها شكلا وموضوعا. واتمنى طبعا انه البلد تتوفق في الاداره الجيده او الحكومه الجيده اللي تحاول طبعا، وهم بيحاولوا الحقيقه، بس ربنا الموفق يعني، انه الناس يبقى الاعباء تخف من عليهم، ونلاقي الطريق المظبوط اللي نمشي فيه يحقق لنا ده. اتمنى ما حدش يبني على الارض الزراعيه ابدا، وده حصل مؤخرا. يعني الرئيس ربنا يوفقه قدر يعمل ده، ودي حاجه تحسب له الحقيقه، وانا من الناس الممتنين جدا للقرار ده جدا. يعني حتى بقول لو ما فيش حاجه اتعملت الا هو ده فهذا يكفي. ونفسي تسمعي حديث الدكتور وسيم السيسي بيتكلم عن ازاي اتبنت مصر الجديده. ابن بلدي في حلمه بارد